وهكذا أيضا بعضهم كان في خبره وسيرته وترجمته أنه إذا كان على راحلته فسمع النداء برك في مكانه لا يتقدم خطوة. وأما نحن فللأسف الشديد أننا نمضي قدما في طريقنا ومشاويرنا، فإذا سمعنا النداء سمعنا الأذان أراد الواحد منا بزعمه أن يستغل الوقت، كأن استغلال الوقت في الشرود عن المسجد، ألا يأتي إلا بعد الإقامة، فننطلق ونسير حتى نصل إلى أماكن لربما لا نجد فيها مسجدا وقد أقيمت الصلاة، فيتلفت الواحد يمنه ويسره، وأحيانا يجد نفسه في وسط الزحام ويحبس بين السيارات لا يستطيع أن يتوقف ولا ينزل، ثم تبدأ المساجد من هنا وهناك يسمع الإقامة، ثم بعد ذلك يسمع التكبير، ثم يسمع الركوع والرفع من الركوع، ثم الثانية، ثم الركعة الثالثة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مسجد ويجد أن الناس قد خرجوا، وينطلق إلى الثاني ويجد أن الناس قد خرجوا، ثم ينطلق إلى الثالث فيجدها حسرة. من البداية أذن توقف. هذا أهم من هذا الاستغلال المزعوم، أن الإنسان يريد أن يقطع شوطا في طريقه، فقطع الشوط في طريق الآخرة أهم وأولى من هذه الدقائق التي تعطل سيرك إلى الله والدار الآخرة. هذه المعايير الصحيحة أيها الأحبة والمقاييس. متى نربي أنفسنا على هذا؟ متى نصل إلى هذا المستوى؟ كم مضى على الواحد منا من العمر وهو لا زال في نفس المربع من التأخر، التباطؤ، الكسل، التسويف، لا زال على نفس الحال. فهنا أيها الأحبة الله أكبر، أكبر من كل شيء. عندي مذاكرة، عندي قراءة، عندي دراسة، الله أكبر من هذا. عندي مشروع، عندي اجتماع، الله أكبر. نتوقف ويرددها على المسامع 4 مرات، من بأذنه صمم يسمعها شاء أم أبى. ربما ما سمع الأولى فيسمع الثانية، فإن لم فالثالثة، فإن لم فالرابعة. الذي لا يسمع الرابعة ماذا عسى أن يسمع؟